اليوم يقيم مركز الرافدين الاستضافة لشريحة مهمة من أبناء المجتمع العراقي على وجه العموم والمجتمع النجفي على وجه الخصوص، وهم يعني ذوي العاهات المرضية، لا سيما يعني أمراض الدم والكانسر وما إلى هناك. شريحة مهضومة فقيرة. مركز الرافدين ضمن اهتماماته الإنسانية يستضيف هذه الشريحة كجزء من الدعم والتبني والاهتمام لهذه الشريحة، لكون لا سيما هكذا ظروف إنسانية يتوجب على الإنسان أن يهتم بهكذا شرائح. مبادرة كلش جميلة، لأن جاي يقدمون شيء كلش حلو بهذا مجتمعنا. مبادرتهم للناحية من الإفطار برمضان الكريم يسووها كل سنة، وإحنا موجودين كل سنة هنا نجيهم وينطون فلوس وسلات غذائية. إحنا كمرضى بالسرطان يعني جاي يعني نتفاجأ بمواضيع إنسانية من بعض الدوائر أو من بعض الناس الطيبة، مثل هسه مركز الرافدين للحوار. هاي السنة الثانية، الله يستر عليهم. شنو تعني لك هاي المبادرة؟ والله تعني لي يعني يصير عندي هاجس، يعني شعور طيب ويصير واهس بالحياة يعني حقيقة يعني. وأشكر كل من بادر بهيك مبادرة يعني الله يعطيهم العافية، الله يوفقهم ويفقدون المريض، لأن احنا مرضنا صعب يعني ما قصروا ويانا والله. زين أول سنة تجي؟ اي والله أول سنة جي.